بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته إن خلقنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أعزائي. بحثنا هذا اليوم موضوعنا هو حقوق الزوجة في قانون الأحوال الشخصية في القانون العراقي. طبعا بالنسبة للزوجة هي لها حق في الحقوق الزوجية مثل الأثاث الزوجية وكذلك مهر اللي هو المهر المعجل، ويمكن أيضا المطالبة به إذا كانت الحياة الزوجية مستمرة أو تم الانفصال لا سامح الله. والمطالبة به يأتي من خلال محامي متمرس في قضايا الأحوال الشخصية مثل الأثاث الزوجية مثل غرفة النوم ومثل الذهب والأجهزة الكهربائية أو التلفزيون أو ما شابه ذلك. هذه هي الزوجة التي حصلت عليها في أثناء مراسيم الزواج. طبعا هنا لما يتم المطالبة بأثاث الزوجية وحقوق الزوجة أمام المحكمة فيتطلب من عندكم السيد القاضي الأحوال الشخصية الإثباتات. مثلا ننصح الزوجات في حال شراء المجوهرات أو الذهب أن تحتفظ في الوصولات وغيرها. أما إذا لم تكن هناك وصولات فهنا نلاحظ أن يجب أن يكون هناك البينة الشخصية أي الشهود. وذكرنا طرق الإثبات أمام القضاء الوصولات. ونفقة الزوجة هي على وجه الكفاية مثل الطعام والمسكن والملبس والعلاج. نأتي أيضا إلى النفقات. النفقات تقسم إلى 3 أنواع. النفقة الماضية حين رفعها يعني من خلال المدة التي تركها زوجها بدون ملبس بدون طعام بدون مسكن. هذه النفقة الماضية لمدة سنة واحدة، يعني في حال إذا هنا كان الترك لمدة 3 سنوات وأقامت الزوجة برفع دعوى النفقة الماضية فلا تستحق إلا لسنة واحدة، وكذلك تستحق النفقة المستمرة والنفقة المؤقتة.